تحية كبيرة معاكم نويرة. أنا كنت قاعد كالعادة في الروتين اليومي بتاعي من الشغل للشغل وحالة من الإرهاق والملل لحد ما ظهر قدامي إعلان شركة ديزني لاند، واللي فكرني إن أنا لازم أفصل شوية عن الشغل عشان أقدر أستعيد طاقتي من تاني. اللي عجبني جدا إن معاهم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الفنادق اللي تناسب أي بادجت، من أول لو عايز تطلع ببلاش لحد الفنادق ال5 نجوم. ما تستغربش، هما فعلا بيطلعوا ناس ببلاش عن طريق مسابقات في الجروبات، وكمان مش ناسيين عملائهم القدام بيطلعوهم برضو مرة تانية ببلاش. المهم اخترت فندق دولفينا، حسيته صراحة قيمة مقابل سعر ممتاز، والحمد لله انه كان اختيار موفق جدا. تواصلت مع الشركة وحجزت معاهم اليوم اللي هطلع فيه وظبطت معاهم كل التفاصيل، ومن هنا بدأت المغامرة. سافرت معاهم في انتقالات تبعهم مريحة ومكيفة طول الرحلة لحد ما وصلنا الفندق، واخدت مفتاح الغرفة بتاعتي وجري على السرير علشان ارتاح من السفر. الساعة 4 اتحركنا للاجونة. يا سيدي على اللاجونة، قضينا فيها وقت جميل جدا لانها شاطئ رملي روعة، وكمان منظر الغروب هناك في حتة تانية خالص. اما بالليل بقى نزلت جولة حرة في المدينة والممشى السياحي والسوق، الاجواء هناك ممتازة. تاني يوم بقى ده وقت المغامرة اللي بجد. اتحركنا بدري على محمية البلو هول، ودي واحدة من اشهر اماكن الدايفنج والسنوركل في دهب. نزلت البحر علشان اعمل سنوركل، وهنا كانت المفاجأة بمناظر تحت المية. سبحان الله ايه الجمال ده، انواع واشكال غريبة من السمك والشعاب المرجانية بكل الاشكال والالوان. بعد شوية اتحركنا بالمركب ده، واللي ركبته بتخلي الادرينالين عندك في السماء. اتحركنا بيه حوالي ربع ساعة تقريبا في المية علشان نوصل محمية ابو جالوم، واللي منها ركبنا المراجيح قصدي العربية دي اللي هتركب في الصندوق ورا وهتتدلع علشان توصل لشاطئ مميز جدا رملي وشعاب مرجانية في نفس الوقت، هتنزل تعوم فيه وتعمل احلى سنوركل. شوية وهتركب نفس المراجيح قصدي العربية وهتتحرك على واحد من أجمل الشواطئ حرفيا، وهو شاطئ البلو لاجون. المكان ده فيه راحة نفسية مش طبيعية، انت حرفيا في أحضان الجبال، وقدامك حمام سباحة رباني طبيعي كبير جدا ورملي بالكامل تبلبط فيه براحتك. ورجعت تاني على الفندق، نمت شوية ونزلت البلد، اتمشيت شوية واتغديت ورحت قعدت على كافيه. اليوم اللي بعده اتحركنا لمحمية ثري بولز، وده مكان رائع للسنوركل والدايفنج، بس انا قررت اعمل حاجة تانية مختلفة شوية واركب البيتش باجي واطلع على مكان اسمه وادي جناي او وادي جناي. الاسماء هنا كتير شوية ونطقها بيختلف من حد للتاني، فما تركزش قوي في موضوع الاسامي. ودي كانت تاني اجمد حاجة عملتها بعد ركوب الزودياك في المية، لانك هتتحرك وسط الجبال وتروح على مكان تحفة عبارة عن واحة وسط الجبال فيها نخيل كتير. بيشرب منين انا مش عارف. المهم انت هتشرب احلى كوباية شاي بدوي ترحيب من البدو بيك، تخلصها وتركب البيتش باجي وترجع مرة تانية على الثري بولز. وبعد كده اتحركنا للفندق علشان نريح شوية قبل ما نطلع احلى سهرة بالليل على جبل التويلات، واللي فيه اكتر من مكان للسهر زي وادي ستار ووادي بلانت وغيرهم. انا بصراحة ما بحبش الدوشة، فاخترت اقضي احلى قعدة في المكان الرايق ده مع مجموعة من الفنانين، بس ايه سلطنة. وهنا هتكون انتهت رحلتي لدهب للأسف، لكن الحاجات اللي ممكن تتعمل في دهب لسه ما انتهتش، زي الشوي بالليل على اليخت في المية، وزيارة محمية جبر البنت، وتجربة الدايفنج، وزيارة الكالر كانيون، وكمان وادي الوشواش، واللي بالمناسبة أنا زرته قبل كده وهتلاقيني عامل فيديو كامل عنه وبتكلم عن كل حاجة فيه بالتفصيل. هنا في اكتيفيتيز كتير جدا ممكن تعملها، لكنها محتاجة وقت أكبر علشان أقدر استكشفها، بس للأسف لازم أرجع لشغلي من تاني. ودي كانت نهاية حلقتنا، لكن مش نهاية فيديوهاتنا عن دهب. والسلام.